PST or OST، يعني بوب 3 ولا اي ماب. النهارده حلقتنا هتبقى اورال، بسم الله الرحمن الرحيم، وهتبقى شفوي طبعا ومش هيبقى فيه كمبيوتر، بس احنا هنحاول نوصل المعلومه بطريقه او باخرى، وشويه المعلومه هتبقى تقنيه وشويه هتبقى لاخواتنا وزمايلنا الاي تي، وبالذات اللي بيبقوا رايحين في اتجاه الايميل والايميل سيرفر على كل الانواع. احنا بنشتغل عاده في الايميلز، بنبقى اما ان انا بخلي السيتنج بتاعتي بتاع الاكونت على الجهاز بي اس تي، يعني بيبقى بوب 3، او بيبقى او اس تي، والاو اس تي دي اللي هي الاي ماب. ليه بنختار ده وليه بنختار ده، وامتى نختار ده وامتى نختار ده؟ في الحقيقه البي اس تي احنا دايما بنختاره لما بتكون المساحات بتاعتنا مساحات صغيره، يعني انا عاوز الميل بتاعي ياخد الهارد ديسك ويبقى هو اللوكيشن بتاعه وهو اللي ينزل عليه الايميلات بشكل مستمر، وبسيب السيرفر لاخر 13 14 20 يوم هو ده اللي انا ممكن استقبل عليه، والباقي كله بيجي لي على الجهاز بتاعي. بس في الحاله دي انا بتعامل مع الديفايس بتاعي، سواء كانت كمبيوتر او لابتوب او موبايل او تابلت، ايا كانت الوسيله او الوسيط اللي انا بستخدمه بحط عليه الكلاينت او الاكونت بتاعي. انا بستخدمه عشان ابعت واستقبل عليه، ببعت منه ايميلات واستقبل ايميلات. لكن لو سبت الكمبيوتر او اللابتوب ورحت خدت الموبايل عشان ابعت منه، بلاقي ان الرساله اللي بعتها من الموبايل ما بقتش موجوده على السند ايتم بتاعه الكمبيوتر، وده بيحصل بعض الاحيان مشاكل انتربتيف في الايميلات. اللي بيحل لي عاده المشكله دي على طول بنقل على حاجه تانية، وهي الاو اس تي او الاي ماب. وهنا بيحل لي مشكله كبيره جدا، اللي هي ايه؟ ان انا لما ببعت من الموبايل بتاعي الرساله اللي في السند ايتم هنا بلاقيها في السند ايتم على طول بتاعه الكمبيوتر، وبلاقيها في السند ايتم اللي موجوده على الويب ميل، وبلاقيها في السند ايتم بتاعه زميلي اللي بياخد الشيفت الثاني بتاعي، لان احنا ممكن نبقى اتنين شغالين نفس الوظيفه واحنا الاتنين بنتابع ورا بعض، كل واحد بياخد الشيفت بتاعه وبنكمل شغل بعض لو كان نوع البيزنس بتاعنا راننج 24 ساعه. ففي الحاله دي اللي هو هيبعته انا عايز اشوفه في السند ايتم، بس كل واحد من جهازه، يعني مش معنى ان احنا هنكمل ورا بعض يبقى احنا الاثنين جهاز واحد، لا، كل واحد من جهازه، وفي نسخه كامله من اللي هو بيبعته او من اللي انا ببعته موجوده بنفس التسلسل وبنفس الترتيب على المكانتين، وليهم نسخه على السيرفر. في الحاله دي احنا بنلاقي مشكله كبيره، ان لو السيرفر نفسه وقع بتبقى هنا في المشكله، الرسائل اللي عندي واللي عنده خلاص ما بقتش موجوده. وفي الحاله دي لازم يبقى مساحتي على السيرفر مساحه كبيره، يعني 5 جيجا 7 جيجا 10 جيجا 20 جيجا، بعض الاحيان 30 جيجا و60 جيجا، عشان تقدر تاخد الداتا كلها، لان انا ما بعتمدش في الاساس على الكمبيوتر بتاعي ولا الهارد ديسك. يبقى في الحاله دي احنا بنعمل ايه؟ بناخد كل الداتا بتاعتنا على الاو اس تي، او بنشتغل بتكنيك اسمه الاي ماب. ايا كان بقى الكلاينت ده اللي هو البرنامج زي الاوتلوك كده بنقول عليه الكلاينت، ايا كان الكلاينت اللي انا هحط السيتنج جواه بقى انا ما عنديش مشكله في ده، او ان انا اشتغل على الويب ميل مباشره. طيب هتقف قدامنا مشكله كبيره، ايه هي؟ ان الاو اس سي عمال يكبر، حجم السند والريسيف والانبوكس عمال يكبر 10 20 30 جيجا 40 جيجا 50 جيجا. فلما بيجي يعمل سينك مع جهاز الكمبيوتر بتاعي او الديفايس اللي معايا بياخد وقت عشان يجيب الداتا الجديده، والريسك بيزيد. في الحاله دي بنقول لازم نروح نعمل باك اب بشكل مستمر للايميلات اللي موجوده على السيرفر، وناخد جزء منها نحطه على فين؟ على الديفايس. ناخد نسخه، لو انا في شيربل بيني وبين حد من زمايلي باخد نسخه احطها على جهازه على جهازي ونكمل من بعدها. والنسخه دي بقى في الحاله دي ما بتبقاش او اس تي، بتبقى بي اس تي، وليها اكتر من طريقه نقدر ناخد بيها الداتا ونحفظ بيها الداتا على
اللوكال ماشين. اما ان انا اخدها بشكل مانيوال، يعني بشكل بسيط جدا، هروح اكريت بي اس تي. طبعا اخواتنا الاي تي اساتذه وفاهمين الكلام ده كويس. بكريت البي اس تي العاديه بتاعت البوب ميل، وبتبقى في حاله الاوف لاين. وبعد كده بروح اخد نسخه من الانبوكس واقوم حاططها فين؟ في الانبوكس بتاع البي اس تي، واخد نسخه من السند ايتم بتاع الاو اس تي واحطها. كل الكلام ده من خلال الكلاينت، من خلال الاوتلوك، واخد نسخه من السند ايتم واحطها فين؟ في السند ايتم بتاع البي اس تي، وبعد كده اكلير اللي موجود على السيرفر. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا اقدر استخدم الاكسبورت والامبورت. الاكسبورت والامبورت وانتوا عارفين طبعا اللوكيشن بتاعها بشكل كبير. يبقى برضه هروح تاني اقول له انا عايز اعمل بي اس تي فايل. بي اس تي فايل ده في وضعيه الاوف لاين، وبخليها في الاوتلوك في البان بتاعت النافيجيشن بان في الجنب الشمال، واروح على طول اقف على الفولدر الاساسي بتاع الانبوكس او بتاع الاكونت الرئيسي عندي اللي هو الاو اس تي اللي هو كان في الاساس اي ماب، واقول له اعمل لي اكسبورت للداتا دي. هو هيقول لي فين؟ هقول له وديها لي على فايل، نفس الفايل اللي هو الاوف لاين بس اللي هو الاكستنشن بتاعه بي اس تي عشان تنزل على انها بوب ميل. طيب وفي الحاله دي بقى انا هستفاد ايه؟ هستفاد ان كل الداتا اللي موجوده عندي قديمه وجديده موجوده عندي. الجديد كله هيبقى موجود على السيرفر وانا شايفه وبقدر اسيرش عليه، والقديم هيبقى موجود عندي على اللوكال ماشين وعلى الهارد ديسك وبقدر ابص عليه واسيرش عليه، والاثنين موجودين جوه نفس الكلاينت. لما البرنامج بيقوم او الكلاينت بيقوم اللي هو الاوتو، على طول هو بيشتغل على الاثنين. اسيرش هل الرساله دي موجوده في الحته الفلانيه، بيطلع لي رساله سواء كانت من هنا او من هنا، سواء كان بي اس تي او او اس تي. ده ببساطه خالص الفرق بين البي اس تي والاو اس تي، وازاي نقدر نتعامل معاهم بشكل نظري. النهارده حبيت اطلع معاكم بالشكل دوت بدون جهاز كمبيوتر لسهوله التواصل. ولو عايزين نعمل الكلام ده بشكل عملي مره ثانيه نعمله ونفتت الكلام ونقول الاصول بتاعته كلها. واي استفسار ليكم او اي مشكله بتقعوا فيها احنا موجودين. نرجو ان احنا نكون اسعدناكم، وما تنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب. وكل سنه وانتم طيبين وشكرا.